عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل المشاهدين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. فيديو النهاردة بقى للتخزينات بتاعة رمضان بتاعة السنة. طبعا اليومين دول بقى اوان الكروم كتر، يعني كتير قوي في السوق، فده بقى الاوان اللي بتخزن فيه. طبعا هو بيظهر لنا كتير كده في الشتاء. طبعا الشتاء حبيبي المحشي، والمحشي حبيبي الملايين فلازم يعني يتخزن كرنب. آه، لما بيكتر كده يعني ايه سعره بيبقى مناسب شوية او رخيص شوية. لانه طبعا بيبقى كتير الفترة دي، فبنبدأ بقى ان احنا نخزن، او معظم الناس يعني بتخزن الكرنب في الفريزر. ده بقى اللي هنعمله مع بعض في الفيديو. هنتعلم ازاي نخزن الورق بتاع الكرنب، ازاي هنسلقه ونخزنه. انا عملت معاكم قبل كده فيديو او اتنين لتحضير برضو الكرنب، في يوم كنت عاملة فيه روتين محشي ويوم كنت بخزن لكم فيه. وده الفيديو ده هنخزنه بطريقة يعني هنسلقه ونخزنه بطريقة مختلفة، يعني بكام طريقة كده. فالمهم بقى ايه، قبل ما نبدأ فيديو النهاردة متنسوش تصلوا على سيدنا محمد. احنا كده خشينا في نص الفيديو. صلى على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ثانيا بقى متنسوش اللي مشتركش معايا في القناة فضلا وليس امرا يضغط على كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو. عايزين نوصل القناة لاكبر عدد من المشتركين. متنسوش تحطوا لايك واعملوا شير للفيديو. اعملوا شير على عندكم على الفيس، على الواتساب، على الانستجرام، على اي موقع عندكم. المهم يعني الفيديو يتشاف بأكبر عدد من المشاهدة. نساعد بعض كده ايه ان القناة بتاعتنا تكبر ان شاء الله بإذن الله. زي ما انتم شايفين هنا معايا بقى الكرومبة انا بسلقها بحالها تتقور كده. انا هوريكم هي متقورة ازاي، يعني من القلبية بتاعتها. زي ما انتم شايفين هنا انا الكرومبية بتبقى كبيرة شوية فبحطها كده. آه، طبعا لازم تكون متقورة. اللي هيقدر ان هو يفكك الكرومباية ورقة ورقة وهتبقى مخلية معاه كويس، ماشي، فككوها ورقة ورقة واسلقوها ورقة ورقة. اللي عايز يقورها كده ويسلقها بحالها زي ما انا عملت ماشي. بس انا عندي ايه، مثلا كرومباية مخلية، كرومباية مدكوكة شوية، فقلنا ايه لا احنا نقوره ونسلقه. في ناس مثلا بتقور الكرومباية وتسلقها يعني وتقسمها 4 تربع، بس انا ما حبيتش الطريقة دي، فحبيت ان كل ورقة تبقى مسلوقة بحالها وانا اقطعها بمزاجي. المهم حطينا طبعا حلة مية سخنة على النار. اول ما المية تبدأ تسخن حطيت فيها شوية ملح، وجنبي هنا طبق فيه مية ساقعة. وزي ما انتم شايفين هنا عند الصينية اللي انا بطلع فيها الورق اللي اتسلق، والصينية التانية دي عليها الكرنب اللي انا طبعا بسلقه. انا هنا كنت سلقت تقريبا كرنباية او اتنين، و في كرنباية كنت سلقاها قبل التصوير يعني. وانا كده بعمل في التانية، وفي 3 على الصينية هم طبعا متقورين وجاهزين ومخلي من عليهم الورق اللي هو الاخضر. هو الاول كده ايه، شلنا الورق الاخضر وقورناه. المية اول ما تبدأ ان هي تغلي حطيت فيها شوية ملح. اللي عايز يضيف كمون يضيف، بس انا ما ضفتش كمون لان كده كده الخلطة بتاعة المحشي بيبقى فيها كمون. وهنا بقى جنبي طبق مية ساقعة. المية الساقعة ديت لما الورق، طبعا الورق بتاع التخزين ما بنسويهوش قوي زي اللي هنعمله في ساعتها، زي مثلا ما هنكون هنحشي في ساعتها وهناكل. لا الورق بتاع التخزين يعني يا دوبك يتحط في المية كده ايه يحن كده ونقلب ونطلع. لان طبعا هيفضل مدة في الفريزر، والفريزر هيطريه برضو، فعشان ايه ما نيجي نطلعه من بعد فترة من الفريزر ونحشيه ما يكونش بقى ايه عجن او طري او اتهرى، يبقى ايه الورقة ماسكة نفسها. شايفين هنا بقى اللي هيحصل؟ انا هنا موريكم ان الكرومباية متقورة ازاي من قلبها. بحطها قامت فلتة من ايدي، طرطشت مية جامدة على البوتاجاز. بس نبقى نخلي بالنا. انا كنت بصل الكاميرا، بشوف الكرومباية يعني ايه شكل التقويرة باين لكم في الكاميرا ولا لا. وراح احطها في الحلة، كانت عيني لسه على الكاميرا كده اشوف انا ايدي جاية تمام، قامت فلتة من ايدي في قلب الحلة طرطشت مية. نبقى بقى ايه نخلي بالنا. بصراحة المية دي كانت مضايقاني، عايزة ان انا انزل الحلة والطبق وامسح، قلت لا مش وقت، انا عايزة انجز، انا موالي طويل. كده كده نمسح البوتاجاز يبقى نمسحه في الاخر مرة واحدة. المهم بقى زي ما انتم شايفين هنا حطيتها بحالها. افضل يعني ادور فيها عايزه الميه تدخل من القلبيه من جوه علشان تخلي معايا الورق. هي طبعا الكرنبيه ما بتتسلقش بحالها في الحله على مره واحده، لا، ده انا بحطها كده في الحله زي ما انتم شايفين وادور فيها
شمال ويمين كده لغاية ما يدخل لقلبها من التقويرة دي المية. التقويرة دي تخش لها المية السخنة. لما يخش لها المية السخنة بتبدأ ان هي تفكك معايا الورقة في الحل. فلما تفكك شوية ورق كده اطلعها واسيب الورق اللي اتفك تمام. ولما الورق ده خلاص اتسلق اطلعه احطه في المية السخنة. ما قلتلكمش بقى انا بطلع من سوري قصدي من المية الساقعة احطه في المية السخنة. من المية السخنة قصدي احطه في المية الساقعة. عايزين نركز شوية. من الحلة بتاعة السليق بنطلع نحط فيه المية الساقعة عشان المية الساقعة توقف السخونية بتاعة الورق. بحيث ان انا ما اطلعش كله سخن على بعضه على الصينيه كده. كل اللي يتسلق احطه على الصينيه احطه على الصينيه. الورق طبعا سخن فهيحن على بعضه فايه هيكمل سليقه كده ايه. لما يتحط على بعضه السخن يعني درجه الحراره. إيه طبعا انا مطلع انا عايزه افهمكم بس مش انا لما بحطه في الميه الساقعه كده بوقف السخونيه بتاعه الورق. انما لما اطلع من الميه السخنه على الصينيه على طول واحط الورق فوق بعضه فوق بعضه الورق هيتسلق زياده عن اللازم. يعني هيبقى فيه سخونيه فالسخونيه هتخلي الورق يحن على بعضه ويتسلق جامد. انما احنا عايزينه ايه يبقى مسلوق بس نعمل حسابنا ان هو يخش الفريزر. عشان كده بطلع احطه في الميه الساقعه نوقف السخونيه بتاعه الورق يعني. المهم هنا بقى ايه. طلعنا بقى قعدنا في الصالة. قلت لا المطبخ مش نافع ان انا اقعد فيه المدة دي كلها لان احنا هنطول هنقعد قعدة طويلة. فقمت جايبة السجادة بتاعة المطبخ حطيتها في الصالة. عشان هي كده كده متبهدلة وعايزة تتغسل. قلت لا بدل ما اطلع برضو اقعد في الصالة ونبهدل الدنيا لان انا لو فرشت المفرش اللي بناكل عليه مش هي يعني ايه مش هينفع. لان انا معايا زي ما انتم شايفين ما شاء الله صينيتين والبلانشة والاطباق ودنيا كبيرة كده. قلت لا احنا نجيب السجادة بتاعة المطبخ. كده كده كنت عايزة تطلع برا في البلكونة فقلت لا تعالي اما اخدك كده ايه اخلص عليك المصلحة وبعد كده نبقى نشوف ورانا ايه. هنا بقى زي ما انتم شايفين جبت البلانشة. جبت الصينيتين بتوعي وجبت البلانشة والسكينة والاطباق بتاعتنا وكل حاجة. هنا بقى هنقطع الورق بتاعنا لمكعبات او لرقات. يعني ايه على قد المحشية على طول. زي ما انتم شايفين هنا انا جبت الورق الكبير اللي هو كل كرنباية يعني ايه الورق اللي هو الكبير بتاعها او الورق في الكرنباية بيبقى طبق اكبر حجم يعني. فانا بجيب الكبير كله على بعضه مش كله مرة واحدة يعني على بعضه. اجيب كام واحدة كده كبيرة مثلا 4 5 6 على حسب ما السكينة تجيب معاكي. هبدأ ان انا ايه طبعا انا سلقة الورق الكرنباية بحالها. فالعروق بتاعتها بحالها كل ورقة فيها العرق بتاعها. فانا هحطهم ايه على بعض كده. اقسم الورقة لاتنين. هقسم الورقة لاتنين ومش هقسمها لاتنين يعني هتني الورقة كده واخلي العروق كلها فوق بعضها وبعدين اقوم جاية قطعة العروق. وزي ما انتم شايفين هنا ابدأ ان انا اخدها كده لمكعبات. هتشوفوا معايا نقطعها كأنكم بتقطعوا صينية كيكة بالظبط. نقطعها بالطول بالعرض. اللي هي تاخد ايه شكل الورقة بتاعتي المحشي على طول بحيث ان احنا بقى هنيجي نحشي فهنحشي على طول بقى. شايفين الاول حطينا الورق قد بعضه على بعضه. لا قد بعضه على بعضه فعلا وشلنا العروق بتاعتنا اللي هي التخينة دي وبعدين نقطعه ايه زي كأننا بنقطع كيك. تطلع معانا الورق كله قد بعضه. هتطلع على قد المحشاية. هتنجز معاكي لو انت هتخزني في الاطباق اللي هي الفل دي تبقى مرصوصة رصة كويسة ما تاخدش مكان في الفريزر. معاكي سهلة وسريعة. وبرضه هنجرب مع بعض طريقة تانية. هنا بقى زي ما وريتكم شايفين كأنها ورقة كراسة بالظبط. كله متقطع على نفس الحجم سريع كده معانا. هنا بقى جبت الطبق الفويل اللي مع اللي هو الفل ده او الابيض ده. حطيت فيه كيس في ارضية الطبق محبتش ان انا احط على الطبق على طول حطيت كيس كده. وهو مش كيس كامل يعني انا قطع الكيس نصين حطيت زي ما انتم شايفين كده في ارضية الطبق الاول وبعدين بقى هرص الورق بتاعنا. شايفين سهل في التقطيع وسهل في الرص ومش هياخد معانا مكان. وبرضه هوريكم طريقة تانية.
بحيث ان انا مثلا جيت في الاخر كده ايه كسلت وفي ورق بقى مش جاي على التاني، لا بقيت الف الورق رول كده واقطعه بالطريقة التانية. طبعا اللي متابع معايا في الفيديوهات بتاعة المحشي او السليق قبل كده بيبقى ساعتها اقطع الورق لرول، اللي هي الطريقة المعتادة بتاعتنا. وبرضه هي طريقة سهلة جدا، والطريقة دي كنا بنخزن بيها الكرنب على طول، بس انا شفت الطريقة دي قلت ايه نجربها. انا مجرباها قبل كده، هي يعني حاجة سهلة وبتنجز، بالذات لو انت هتحشي لوحدك. فيبقى تطلعي الطبق الورق متقطع معاكي جاهز وكله مية مية، كله على قد المحشية. زي ما انتم شايفين هنا، هحاول اوضح لكم برضو تاني. هتجيبي اللي هو الورق اللي هيبقى قد بعضه. طبعا الكرومبايه بيبقى الورق فيها احجام، وانا هنا ما شاء الله كان معايا 5 كرومبات. فمعايا بقى ايه، بجيب الورق اللي قد بعضه اعمله على بعضه كده على البلانش زي ما انتم شايفين بفردها. كام ورقة كده، مثلا 5 6 زي ما يجي. العروق زي ما قلت لكم تبقى فوق بعضها. انا بقسم الورقة لاتنين بحيث ان كل العروق تيجي فوق بعضها. اقوم حردة العروق دي بالسكينة وبعدين اقطعها زي ما انتم شفتوني. وبتطلع معانا النتيجة زي ما انا برضو وريتكم. انا بحاول ان انا هنا اوضح لكم هنا يعني ان العروق كده فوق بعضها. طبعا لو اللي بيبقى يسلق بالطريقة العادية، اللي هو تفكك الورق الأول وبعدين نسلقه، بتبقى العروق دي تتشال. اللي عايز يبقى يسلقها بحالها ويعمل الطريقة دي، بصوا اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. انا يعني بقول لكم كل الطرق يعني، وكل واحد بقى وعلى حسب ما يرتاح. بس كده نجزع العروق دي، هنحردها كده حردة كويسة. طبعا يا جماعه مفيش اسهل من كده. طبعا بقى انتوا لو وصلتوا لغايه هنا يبقى عيب عليكم قوي لو ما حطيتوش لايك للفيديو وما اشتركتوش في القناه وفعلتوا لي زر الجرس اللي جنبها عشان لما انزل فيديو يجيلكوا اشعار. فعلوا زر الجرس اللي جنب كلمه اشتراك، هتضغطوا على كلمه الكل عشان لما انزل فيديو يجيلكوا بيه اشعار. لان انا تعبت جدا جدا في اليوم ده. انا الكرنب ده بصوا انا ايدي اتسلقت زي ما الورق ده اتسلق وحياة ربنا. ليه بقى؟ احط الكرنبايه واقعد الاير فيها ادير فيها، اشيل الورقه اللي اتسلقت، اعمل معرفش ايه. ايدي اتلسوعت من الورق سخن برضو، ايدي ممكن تلمس الميه يعني. كان يوم يعني ما شاء الله طويل عريض كده. هو مش طويل وعريض والله، وانا بدأت المغرب. خلصت الساعة مش عارفة كانت 10 ولا كام. انا برضو يعني على مهلي، وعشان برضو لوحدي والعيال حواليا وانتوا مش تايهين بقى. وقاعدة بقى بتفرج على التلفزيون، وبقى دماغي معايا شوية في الورق شوية في التلفزيون شوية مع العيال شوية. فغبت بقى. انما اللي عايزة تنجز كده سريع سريع، الواحد لو قاعد لوحده ما اتفرجش على حاجة كان هينجز. انما انا عارفة نفسي قلت لا، وانا اقعد وامل ليه؟ ما اقعد اتسلى كده في الصالة قدام التلفزيون مع نفسي كده. وعلى فكرة اليوم ده برضو انا كنت سلقة ورق سلق. ورق السلق ده برضو انا كنت عملت لكم ليه فيديو كامل لسلق الورق. اللي هو السلق ده بيبقى ورق كده عامل زي ورق العنب او زي ورق الخاص، بيبقى اخضر كده بيتحشي. كنت سلقاه قبل ما اعمل الكرومب. وكان المفروض في الاخر انا جيت قلت ايه السلق ده كمنه ورق وناعم، وقلت لا ايه انا هسلقه في نفس المية يعني، وبعدين هسلقه هو الاول وبعدين هسلق الكرومب. الورق علشان اخضر، وعشان برضو جاي بقى من الارض وكده، فعمل تراب كده في المية وغير لون المية، خلى لون المية بقى اخضر. انا مش في دماغي ان هو يعمل كده خالص، مع ان هو ما بتسلقش حاجة، يا دوبك يشم المية ويطلع. بس غير معايا لون المية. وانا ما كنتش في دماغي يعني ايه، كالعادة يعني زي ما قلت لكم ما كانش في دماغي ان انا هصور اصلا. بس جيت عملته الاول وركنته كده على جنب. هو ما بتسلقش حاجه، ده يا دوبك يشم الميه السخنه ويطلع. لان هو رقيق جدا كده، بيبقى عامل زي ورق الخاص كده، او يعني سميك شويه عن ورق الخاص. فعملته الاول لقيته غير الميه، فكبيت الميه. للاسف كان المفروض بقى ان هو يتعمل في الاخر، بس انا مش في دماغي ان هو هيعمل الحركه البنت اللذينه دي، ان هو غير لون الميه، والميه كان نازل فيها زي طين كده يعني تراب كده او حاجه. فكان المفروض يتعمل في الاخر مش في الاول، بس عادي بقى حصل خير. اللي حصل حصل. شايفين بقى الرصه الجميله بتاعتنا؟ شايفين بقى الطبق والدنيا؟ على طول نقطع نرص في الطبق بس كده. هخلص بقى ايه الكميه لا احنا مش هنخلص، هنيجي بقى ايه للطريقه التانية. انا كده وريتكم طريقه
اللي هي المكعبات او الرص في الاطباق. هنا بقى الطريقه دي بقى ايه اللي هي الرول اللي انا بقول لكم عليها. جبنا الورقه، شلنا منها العرق كده زي ما انتم شايفين، هبرمها كده الرول زي ما انتم شايفين كده كانك عامله سندوتش بالظبط. هنا بقى الورقه هجيبها، ومعايا هنا طبق. آه، هو الطبق ده هو منه مصفى ومنه طبق، فانا يعني انا ملبساهم في بعض بحيث ان لو في ميه في الورق او حاجه تصفي في الطبق. هو ده اصلا ده طبق كامل، الشبكه تحتها الطبق وبيبقى ليها غطا، بس طبعا مش عايزين الغطا، فانا استعملت الشبكه بحيث ان لو في اي ميه او حاجه تنقط في الطبق اللي تحت. شايفين بقى؟ دي بقى تقطيعة الرول. لما نيجي بقى نفكها، يعني هي الرول بنقطعه برضو على قد حجم المحشية، على قد عرضها. لما بنيجي بقى نفك الرولاية الصغيرة اللي احنا قطعناها، بتيجي معانا بقى بالطول ده. فانتوا بقى ايه ساعة المحشي، انتوا مش هتفكوه، انتوا خلاص هتخزنوه بالكتل اللي احنا عاملينها، اللي زي كتل الجبنة القريش دي. شايفين؟ انا بس بوريكم لما تيجوا هتفكوها وقت الحشية يا جماعة بيبقى شكلها ازاي. بتبدأوا انتوا بقى ايه، هي بتبقى رول طويل قطعناه. بنيجي نفكه بنقطع بقى على قد ورقة المحشية. انا بس بديكم مثال، انما انتوا مش هتفكوه، احنا بنقطع نشيل العرق، نبرم كده رول، اعصره بس من المية اللي فيه، وبعدين اقطعه بالسكينة لقطع كده زي ما انتم شايفين على قد عرض المحشية. وهيتخزن بنفس الطريقة دي في كيس بقى في طبق زي ما انتوا عايزين. هنا بقى ايه ورق السلق ده، بوريكم بقى شكله بعد برضو ما اتسلق. انا اول مره على فكره ان انا اخزنه في في الفريزر، بس ده انا مش هطول عليه، مش هخزنه فتره زي ورق الكرنب ده، يعني مش هطول عليه وهطلعه احشيه على طول. هنا بقى انا كنت عاملاه سلقاه في في الخلل بتاعه الشيش طاووق. هبقى يعني ان شاء الله يعني كده في الاحلام لما افتكر كده وانا بنزل لك الفيديو، احط لكم الفيديو اللي انا كنت سالقه فيه، الفيديو الكامل عن الورق السلق ده، اوريكم فيه انا كنت سلقاه ازاي بطريقه سهله جدا جدا على فكره، ولا هحط ورقه بورقه ولا اي حاجه. آم، انا مدككاه كده في الشيش طاووق كاننا بنعمل شيش طاووق، بحيث ان انا احط السيخ مره واحده في الحله ويطلع مره واحده، لانه يا دوبك يشم الميه ويطلع. زي ما انتم شايفين هنا معايا العلب دي كان جاي فيها لحمه مفرومه، او بتبقى تتباع كده فرط العلب دي. فهبدأ ان انا ارصه في العلبة اللي معايا دي. كنت يعني بتني الواحدة كده الاتنين، بس هاجي في الاخر احط الواحدة بوحدتها كده، يعني كده كده مش هطول عليه. والعلبة يعني لقيتها هتاخد معايا. انا كنت مفكرة انا مثلا ممكن يجي في علبتين، فعشان هو رقيق جدا جه في علبة واحدة بس كده. يعني كده بقى كنا خلصنا السلق. والورق الاخضر بتاع الكرنب، انا لما جيت قعدت اقطع الورق، انا سبته في المية السخنة، يعني هو خد كده ايه غلوة في المية، وطفيت النار ورحت بقى اقعد اقطع في الورق، وخلصت تقطيع ورحت جبت الورق اللي هو الاخضر من الحلة في المية السخنة. لان الورق الاخضر بيبقى ياخد وقت شوية، الورق الاخضر بياخد وقت شوية في السليق عن الابيض. فانا يعني سبته ايه خد غلوة كده، وقمت جاية طافية النار وسبته مع نفسه كده لغاية ما اخلص يكمل سليقه مع نفسه. على بقى ما خلصت انا كنت مقطعاه في الطبق اللي هو البامبي او الموف الكبير اللي هناك ده. شايفين هنا بقى معايا الاطباق، عملت 3 اطباق اللي هو اللي بنفس الشكل المكعبات اللي انت شفتوه ده، وطبق كبير من اللي هو الرول. هي نفس النتيجة على فكرة، بس اللي هو الطبقات دي او المكعبات دي بتبقى المحشية على قد الورقة، قصدي على قد المحشية. انما التاني الرول اللي احنا عملناه ده المبروم ده، هي على قد المحشية بس هتفكيه تقطعي بس الورق وبس كده. وهنا بقى الورق اللي احنا مقطعينه في الاطباق دي هنكيسه في اللي عنده مثلا اللي هو الاكياس اللي هي ستريتش دي، نكيسه بيها او مفيش، او ندخله في قلب كيس تلاجة او اي كيس عندك. وبالنسبة للي احنا مقطعين الرول ده هنكيسه برضو في اكياس تلاجة، نحطه في اكياس تلاجة اللي هي بتاعة التخزين. وبس كده فيديو النهاردة خلص، اشوفكم على الف خير. احنا عملنا اللي علينا وزيادة. متبخلوش بقى عليا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، واستنوني في فيديوهات تانية جديدة. اشوفكم على خير، مع الف سلامة.